وبس. هل فكرت قبل كده إن كل مشاكلك ممكن تتحل لو قدرت توازن بين جوانب حياتك؟ أصل التوازن مش رفاهية، لكنه ضرورة عشان تعيش حياة سعيدة ومستقرة. في الحلقة دي هنتكلم على مبدأ مهم لاستعادة التوازن في الحياة: الموازنة بين ما تتمناه وما تركز عليه. هل أنت فعلا مركز على اللي أنت عايزه ولا مركز على الناس عايزينه منك؟ قانون التركيب بيقول: ركز على ما تريد وليس على ما لا تريد. ليه؟ لأن أي حاجة بتركز عليها بتكبر وتوسع في حياتك. يعني لو عايز السلام، ما تحاربش الحروب، لكن دور على طريق السلام. الأم تريزا قالت: لن أشارك في مظاهرة ضد الحروب، لكن لو في مظاهرة بتدعو للسلام ادعوني ليها. يعني لو عايز الغنى، ما تفكرش في الفقر، لكن اتعلم استراتيجيات النجاح عشان تبقى غني. لو عايز حياة روحية قوية، ما تقضيهاش في الهرب من الشر والخطية، لكن ركز على القرب من ربنا. الحل: اجتهد في الطريق الروحي، تواصل مع مرشد روحي واختبر الطريق بقلبك وعيش حياتك. يعني ركز بوعي وتركيز على اللي انت عايزه بجد. نقول مبدأ مهم تاني لاستعادة التوازن في الحياة: الموازنة بين الحب اللي بتاخده والحب اللي بتقدمه. هل خزان الحب عندك مليان ولا بتحاول تعطي الناس حب وانت نفسك فاضي؟ فيكتور هوجو بيقول: الحب هو أن تحب كل شيء حتى يصير الكون كله في عينيك كمخلوق واحد. طب ايه الحل؟ املأ قلبك بالحب عشان تقدر تفيد بيه على اللي حواليك. اصل الحب هو الشفاء، والطبيب النفسي كان بينصح مرضاه انهم يبادلوا الحب عشان يلاقوا راحة نفسية. والسيد المسيح قال: احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، وصلوا لأجل الذين يسيئون إليكم. هو بنفسه طلب المغفرة للي صلبوه وقال: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وبس إعداد وتقديم صموئيل القمص، ماجستير مشهورة من جامعة هولي صوفيا.